الفيديو ده مهم لكل المستثمرين اللي بيدوروا على استثمار عقاري في دبي مع اقساط مرنه جدا تصل ل6 سنوات ومع كمان مطور كبير. هقدم لك في الفيديو ده واحد من اكبر المطورين العقاريين اللي موجودين في دبي مع اقساط تصل ل6 سنوات واسعار ممتازه جدا. لا ومش بس كده، المطور بيسلمك لوكيشن مميز، خدمات راقيه جدا، وشقق مع مسبح خاص. شقتك جوه البلكونه فيها مسبح خاص، ودي نقطة مميزة جدا لأنها بتساعدك في عملية إعادة البيع، وكمان بتساعدك في إيجار عالي لأن هي قيمة مضافة، زي بالظبط كأنك لو اشتريت عقار مفروش بالكامل أو اشتريت عقار فيه ميزة إضافية، فدي ميزة إضافية ويونيك في نفس الوقت. مركز على حتة الشقق مع مسبح زي ما أنت شايف كده، المشاريع ورايا شقق مع مسبح خاص داخل البلكونة، غير طبعا الخدمات، وهنوضح الكلام ده في الفيديو. أنت كمستثمر مهتم جدا إنك تشتري وتستثمر في عقارات، فأكيد بيفرق معاك جدا أنت هتستثمر مع مين. يا ترى المطور اللي بستثمر معاه ده مطور كبير قادر ان يسلمني في الموعد، قادر يسلمني اللي وعدني بيه. احب اقول لك النهارده انا جايب لك واحد من اكبر المطورين العقاريين اللي موجودين في دبي، مطور سمانه. كتصنيفه هو رقم 8 في التصنيف افضل 10 مطورين في دبي، هو تصنيفه رقم 8 من 2016، وبالفعل ليهم في السوق العقاري في دبي دلوقتي اكتر من 30 مشروع. فيهم حاجات اتسلمت، اكتر من 5 مشاريع او 6 مشاريع اتسلموا واوريدي محققين ارباح كويسه جدا. العوائد فيها تجاوز 8%، النمو راس المال تجاوز 25%، وصل 30 و40%. وده اللي بيدل على نجاح الفكره، نجاح المشاريع. فكره المسبح مقبوله جدا وناجحه، وده بيديك الثقه انك تستثمر مع المطور وانت مرتاح وفاهم انك تستثمر مع حد كبير. زي ما قلت لك التصنيف رقم 8، والشركه كمان هي حاصله على عده جوائز، من ضمنها افضل تصاميم، التسليم في الموعد، الابتكارات، اسلوب الحياه، حاجات كتيره، اكتر من 8 او 10 جوائز حاصله عليهم سواء من دبي او من الميدل ايست كله بالكامل. انا النهارده جايب لك بكلمك من الفيديو لايف من قلب السيلز سنتر تبع سمانه. زي ما انت شايف كده الاجواء في طلب، مشاريعهم دايما مميزه. زي ما قلت لك اكتر من 30 مشروع، في مشاريع كتيره اتباعت. وبالذات عنده ميزه مهمه جدا لازم تخلي بالك منها لما تيجي تشتري منه عقار. اشتري منه في المراحل الاوليه، لان المراحل الاوليه بتكون فيها الاسعار اقل من اسعار ما بعد الطرح، اللي هي اسعار ما قبل الطرح اقل من اسعار ما بعد الطرح. يعني مثال، المشروع اللي ورايا ده اسمه براري هايتس. براري هايتس موجود في منطقه مجان، واحده من المناطق المميزه والمفضله بالنسبه لي لانها مناطق واعده. الاسعار كانت بتبدا فيه من 700,000 درهم، النهارده اقل استوديوهات بعد الطرح بنتكلم في 820 850,000 درهم. فتخيل فرق السعر ما بين اللي اشترى في الاول وما بين اللي اشترى او بيفكر يشتري دلوقتي. بس انا مش جايب لك عن المشروع ده، وانا جايب لك مشروع جديد لسه قبل الطرح في موقع استراتيجي جدا، منطقه اسمها DLRC دبي لاند ريزيدنس كومبلكس، على شارع رئيسي، شارع دبي العين، قريب من شوارع رئيسيه ثانيه زي شارع حمدان بن زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الامارات العابر. في المستقبل مترو جاي هيساعد بنمو الاسعار بطريقه كبيره جدا. هتكون قريب من دبي سكوير مول، المشروع او المول الكبير الضخم اللي هيتعمل من اعمار بتكلفه 180 مليار درهم. ده يساعدك في زياده نمو الاسعار وتحقيق عوائد استثماريه عاليه على صعيد الايجارات. فانت بتضمن دلوقتي وانت بتشتري مع سمانه او بتشتري في المشاريع اللي برشحها لك دلوقتي نمو راس مال وعوائد ايجاريه تتجاوز ال 8%، تصل لل 10 وال 12%. مع خطه دفع هي زي ما قلت لك هي الاسهل والافضل في دبي لاي مستثمر عنده ميزانيه متوسطه بيدور على اقساط مرنه. بتدفع دفعه اولى بس 20%، و4% رسوم التسجيل، هي رسوم اساسيه بتدفع على جميع العقارات. يعني حته توثيق العقار او تسجيل العقار في دائره الاراضي والاملاك، وبالتالي انت بتضمن ان عقارك متسجل في دائره الاراضي والاملاك في جهه حكوميه. ده بيحقق لك امان استثماري وانت بتستثمر في دبي، ودي احدى السبل اللي بتضمن لك حقوقك في دبي. مع العلم ان في حساب اسمه حساب ضمان، انك انت بتدفع في حساب الضمان، وبعد كده حساب الضمان بيحاسب المطور بناء على نسبه الانجاز. يعني هنعمل فيديو بعد كده بيتكلم عن الحاجات دي او عوامل الامان في الاستثمار العقاري في دبي. وبالاكيد لما تتواصل معايا بفيدك في عمليه الشراء والخطوات، واكيد بفيدك كمان في اي معلومات زي الاقامه الذهبيه او الاقامه العاديه وتفاصيل اخرى. هنشوف دلوقتي المشاريع. عنده مشاريع في مجان زي ما قلنا، في ارجان طبعا منطقه جميله جدا، وفي منطقه DLRC هنشوفها دلوقتي، ونشوف الخدمات اللي بيسلمها لنا من انفينيتي بول، كيدز بلاي اريا، مناطق العاب الاطفال، باربيكيو، سينما مفتوحه. حتى الشقق بتاعته بيسلمك شقق لاكجري، ما بيسلمكش شقق عاديه، شقق لاكجري. بتستلم اجهزه المطبخ مفروشه بالكامل بالاجهزه الكهربائيه بتاعتها زي من براند بوش الالماني. فده بيضمن لك برضو كواليتي عاليه مع الهيستوري اللي حكيت لك عليه، مع الاسعار الافوردبل جدا. فسهل جدا انك تعمل استثمار قوي جدا مع المطور. انا محمد مصطفى، مستشار عقاري. لو مهتم تواصل معايا على الارقام اللي بتظهر قدامك دلوقتي على الشاشه. يلا بينا نشوف المشاريع ونشوف الخدمات ونشوف كمان
شقه العرض او الشقه اللي بنستلمها عامله ازاي. وما تنساش قلت لك جميع الشقق هي شقق مع مسبح. كمان من اهم المميزات اللي بيتميز بيها سمانه التصاميم الراقيه جدا جدا للمشاريع تبعه. يعني اي مشروع هتشوفه هتلاقي التصميم بتاعه جميل جدا جدا، زائد ان هو بيديك نوع من انواع الابتكار. ادي شوف الخدمات، بيبقى عندك مسابح كبيره جدا، انفينيتي بولز، جيم، مناطق العاب الاطفال، عندك شوف كل الوحدات فيها مسبح خاص في البلكونه، حدائق على الطابق الخدمات. طبعا ساعات كل مشروع بيبقى الخدمات بتاعته مختلف عن التاني شويه من حيث حجم المشروع. يعني المشروع ده فيه خدمات هنا في الطابق الاول وفي خدمات في الطابق ال 18 زي ما انت شايف في الوسط كده، حتى في انفينيتي بول في المقدمه فوق هنا جميل جدا جدا بيبص على الشارع الرئيسي. خش مشروع تاني هنشوفه برضو على السريع، مشروع موجود في منطقه ارجان اللي هي فيها حديقه الفراشات والزهور، طبعا معروفه على شوارع رئيسيه. شكل التصميم جميل جدا جدا. المشروع شوف الخدمات اللي بتيجي فيه عندنا. عندك بقى خدمات انفينيتي بول، مناطق العاب الاطفال برضو، السينما على المسبح، باربيكيو اريا، نفس الكلام نفس الخدمات. كل الشقق بتيجي مع مسبح. الجميل هنا المشروع صغير، عدد وحدات قليل، لكن المنطقه الموجوده فيها المشروع هي منطقه يعتبر من المناطق الراقيه جدا جدا المعروفه اللي نمت بالفعل، فالاسعار فيها تعتبر عاليه شويه، فمش عاليه عن السوق، هي عاليه عشان هي كده دي اللي تستاهله. اما المشروع اللي نتكلم عليه النهارده واللي مستهدفينه واللي بنتكلم ان هو فرصه دلوقتي ان احنا نلحق اسعار ما قبل الطرح. اسعار بتبدا من 720 الف درهم، يعني ما يعادل حوالي 140 150 الف دولار للاستوديو. في غرفه وصاله مليون 150، جميله جدا. مليون و200 تاخد حاجه توب جدا جدا. الجميل ان الاستوديوهات جايه هنا في القلب المشروع بالظبط كده. فعندك اطلالات على الخدمات على انفينيتي بول. شكل المشروع جميل، كل الوحدات بتيجي مع مسبح خاص، وكمان كل الوحدات بتيجي ليها الباركن الخاص فيها زي ما احنا شايفين. اول 4 طوابق دول تحت هم عباره عن باركن. بعد كده نطلع الدور الاول طابق الخدمات، هيكون عندك سينما فوق هنا، انفينيتي بول، اماكن العاب للاطفال، باربيكيو اريا، اماكن للجلوس، جيم داخلي، طبعا الزون تبع الاطفال كبيره، وجيم خارجي موجوده، اماكن للممشى طبعا زي ما احنا شايفين، مضمار للركض او المشي، اماكن للجلوس حوالين المشروع. مشروع تحفه معماريه، عدد وحدات قليل جدا جدا في المشروع مقارنه باللي بيطرح في بعض المشاريع. التصميم راقي جدا جدا. يلا بينا نشوف شقه العرض جوه. تمام. شقه العرض اللي بنشوفه بنستلمه، في اللي مش هنستلمه اقول لك عليه ان احنا مش بنستلمه. يعني مثلا دلوقتي ده كده شكل الباب من بره الخارجي بيبقى عامل ازاي. تمام. بيبقى عندك طبعا رقم اللوحه، رقم الشقه، اضاءه جميله. الباب بنستخدم يعني من كواليتي عاليه جدا جدا، البيبان والكلام ده. الهانشات زي ما احنا شايفين او المفاصل قويه جدا، 4 مفاصل في الباب، ودي حاجه بتوحي ان هم صارفين على الخدمات. طبعا المشروع بالكامل سمارت سيستم زي ما احنا شايفين. الشقه بتبدا بسمارت سيستم، طبعا تفتح بالبصمه، تفتح بالباسورد او تفتح بالكارت، زائد كمان انت عندك فيه كاميرا عشان تشوف اللي بره، وكمان المفتاح مضاف معانا كاوبشن، بس انت مش هتحتاج المفتاح بنسبه كبيره. تعال نشوف المطبخ. طبعا دلوقتي المطابخ زي ما احنا شايفين تستلمها بنفس التشطيبات مع جميع الاجهزه الكهربائيه كلها براند بوش الالماني، بوش الالماني. تمام. عندك طبعا بتستلم الغساله، تستلم الميكرويف، تستلم البوتاجاز، فرن، السحابه والشفاط. هنا في الثلاجه، وتحت في فريزر. طبعا كل ده الجميل انك انت بتستلم الديكورات دي كلها بتروح يعني جميله جدا جدا، مش بتبقى كل حاجه منفصله، كل حاجه بيلت ان ساكنه ومتسكنه في مكانها. طبعا عندنا هنا طبعا الادراج برضو بتبقى سوفت كلوز، تقفل على الهادي كده. شكل الشقه جميل جدا جدا. طبعا لحد هنا انت بتستلم كل ده. الحمام نفس الكلام، لو الشقه غرفه وصاله بيبقى فيها حمامين، لكن لو الشقه استوديو بيبقى فيها حمام واحد. الغرفتين وصاله بيبقى فيها حمامين برضو او 3 حمامات في بعض الاحيان. طبعا ده كده شكل الحمام، البورسلين، السيراميك المستخدم، التفاصيل، الاضاءات، الخشب، شكل الديكور السيمبل البسيط، حاجه جميله جدا جدا. ده بيساعدك في الايجار، بيساعدك ان انت بتستهدف نوع من الكلاينت اللي هو بيدور على حاجه لاكجري في نفس الوقت افوردبل. يعني حاجه زي كده بتتاجر مثلا الشقه ايجارها مثلا الاستوديو بنتكلم 50 60 الف درهم،
الغرفه والصاله بنتكلم ايجارها من 80 ل 90 الف درهم، 95 الف درهم في الوقت الحالي، لكن القيمه المستقبليه للحاجه اكيد بتزيد معاك، فساعتها الايجارات هتبقى اعلى سواء الاستوديو او الغرفه والصاله. فاحنا نقدر نحقق عوائد ما بين 8 زي ما قلنا ل 10%. يعني حتى لو حبينا نفرش الوحده بتيجي زي ما قلت لك بس بالاجهزه الكهربائيه تبع المطبخ يعني المطبخ بيجي بالكامل. لكن لو حبينا نفرشها الفرش مش هيكلفك اكتر من 5000 7000 درهم كشقه غرفه وصاله. لكن لو استوديو ممكن يكلفك 2000 بالكتير قوي 3000 درهم وتفرشها، والفرش ده هيضيف لك قيمه اضافيه وبالتالي الايجار يزيد. مع المسبح تتاجر بايجار اعلى. حتى فكره المسبح والخدمات والفرش ده ممكن يساعدنا ان احنا نأجر ايجارات اعلى، بالذات ان المنطقه جميله جدا قريبه من الداون تاون 18 دقيقه. يمكن ما اتكلمناش عن المنطقه بس بحافظ على وقت الفيديو دايما بيبقى كتير. هي المنطقه اسمها دبي لاند دي ال ار سي، دبي لاند ريزيدنس كومبلكس، على شارع دبي العين على طول. بينك وبين الداون تاون 18 دقيقه. قدامك القريه العالميه، قدامك المدينه الاكاديميه، المترو مستقبل هيجي، كل الكلام ده ممتاز جدا يعني. تمام. شوف كده ادي بقيه الشقه. هنخش نشوف دلوقتي اوضه النوم، وكمان هنشوف فيها الحمام تبعها. تمام. دي كده اوضه النوم. تمام. تيجي طبعا معاك كل الواجهات بتبقى زجاجيه زي ما احنا شايفين، من فوق لتحت كلها زجاج. برضو الديكورات دي ما بتجيش، بتيجي حيطان بيضة. اذا حبيت الديكورات وحبيت الفرش ممكن تدفع قيمه اضافيه او تدفع فلوس اضافيه فتحصل عليها. طبعا السمارت سيستم بتستلمه، الاضاءه، البلكونات، الكارتنز او اللي هي الستاير تفتحها وتقفلها من هنا، التكييف تتحكم في التكييف، في كل شيء. الدواليب تبعك بتستلمها بالكامل بيلت ان، فانت مش محتاج تجيب دواليب. الدولاب بيبقى بيلت ان اوريدي في اوضه النوم او حتى في الاستوديو، بيجي مع الاضاءه الداخليه زي ما انت شايف كده، كلها اضاءه داخليه، فانت مش محتاج تنور اضاءه لو انت حابب تطلع حاجتك. كل دي سنس يعني احساس. الاضاءه كلها طبعا لو هتستخدم الاضاءه المفاتيح العاديه عشان تولع نور في نور، كلها تاتش سكرين طبعا، فباللمسه بس. تمام. ادي هنا كده الحمام، حمام اوضه النوم الماستر، بيجي متكامل. الشاور بيجي معاك شاور ثابت وشاور متحرك. عندك طبعا اماكن لانك انت تحط فيها الشامبو والكلام ده بيبقى معمول حسابه. نفس الديكورات، نفس التفاصيل، اماكن التخزين، المرايه طبعا كلها بتيجي من المرايات اللي بتنور. تمام. كل اللي انت شايفه. في اخر فيديو اتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشروع. فعلا مشروع قوي وانصحك انك تستثمر فيه مع مطور كبير في لوكيشن كويس، منطقه واعده. زي ما قلت لك المنطقه هي دبي لاند ريزيدنس كومبلكس. عندك مداخل ومخارج، مدارس، مستشفيات، حدائق عامه، جنبيك شوارع رئيسيه. كل ده بيساعدك نمو راس مال، نمو حتى الطلب هيبقى عالي عليك من كل الاماكن بقى، جميع الاماكن المركزيه زي ما قلنا، الداون تاون، بزنس باي، المركز المالي لدبي، بينك وبين الكلام ده 18 20 دقيقه، بينك وبين البحر 25 30 دقيقه، منطقه الجميره وبرج العرب. جنبيك الشوارع الرئيسيه، سهل جدا تتحرك داخل دبي عن طريق الشوارع الرئيسيه دي. ومعظم الاماكن بيبقى عليها طلب على الاماكن، بيبقى في طلب عالي جدا على المناطق اللي على الشوارع الرئيسيه، زي شارع الشيخ محمد بن زايد، زي شارع الخيل، زي شارع حمدان بن زايد، شارع الامارات العابر، شارع دبي العين، لان هي بتسهل على الساكن سهوله الوصول من مكان لمكان بسرعه من غير ما يدخل في زحمه كتير او ندخل في تفاصيل شوارع ضيقه زي المدن او المناطق القديمه. فانا محمد مصطفى تاني، مستشار عقاري في دبي. ارقام التواصل بتظهر عندك على الشاشه. اذا مهتم في المشروع او في تفاصيل تانية او حابب تستثمر في مشاريع تانية، سواء من المطور هنا سمانه او مطورين تانيين، محتاج حد يساعدك في الاستثمار العقاري، عندك استفسارات تقدر تتواصل معايا، واكيد بساعدك في استفساراتك واجاوبك عليها، واكيد بساعدك في استثمارك العقاري هنا في دبي. شكرا ليكم. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هيبقى في سلسله عن كل لوكيشن وكل منطقه، بحيث ان يبقى عندك المنطقه والمشاريع اللي فيها وازاي تستثمر فيها وايه افضل المطورين اللي موجودين فيها. شكرا. السلام عليكم.